كتير مننا او اغلبنا بيستنى لبداية اي حاجة جديدة علشان يبدأ يغير من حياته. فأحيانا بنستنى لبداية الأسبوع، أو أحيانا بنبدأ نقول لأ خلينا أول الشهر، خلينا بداية السنة الجديدة. وبما إن احنا بدأنا شهر رمضان، فأنا شايفة إن شهر رمضان فرصة عظيمة جدا جدا لتغيير أي إنسان في أي مجال هو عاوزه، سواء في علاقته بربنا المجال الروحي، أو في علاقته بنفسه المجال الشخصي أو تطوير الذات، أو في مجال الصحة، أو كمان في مجال العلاقات الاجتماعية زي علاقتك بأهلك أو بزوجك أو بأولادك. والنهاردة بقى عايزة أتكلم معاكم إزاي نطور من نفسنا، وإزاي نستغل شهر رمضان استغلال الأمثل والاستغلال الصحيح علشان نطلع من رمضان بعد 30 يوم مختلفين تماما عن ما دخلنا شهر رمضان. احنا عايزين ندخل بشخصية، نخرج بشخصية تانية خالص مختلفة تماما عن الشخصية اللي دخلنا بيها شهر رمضان. لازم رمضان يسيب فينا علامة كبيرة، يأثر علينا بشكل كبير جدا وبشكل إيجابي، علشان نكون فعلا استفدنا من شهر رمضان. وأول جانب أو أول بند هنتكلم فيه هو علاقتك بربنا أو العبادات. لازم تقعدي مع نفسك تشوفي انت حابة تطلعي من شهر رمضان واصلة لايه. حابة مثلا انك انت تطلعي انك واصلة انك انت بتصلي صلاة في وقتها بخشوع، ولا حابة تطلعي من ان انت تكوني من الناس اللي بتقيم الليل، ولا ان انت تكوني عاملة ختمة في شهر رمضان، ختمة مثلا مرة او مرتين على حسب قدرتك. لو انت اصلا مش بتصلي خالص او مش بتقرأي، فدي تبقى بداية جديدة ليكي ان انت هتبدأي تصلي، هتبدأي يكون ليكي ورد قرآني حتى لو صفحة في اليوم. لو انت مش محجبة تبتدي انك انت تلبسي لبس ساتر، او ان انت تلبسي الحجاب. كتير جدا من البنات بتتشجع في رمضان ان هي تبدأ تلبس الحجاب او تلبس لبس واسع او ساتر، او ما تحطش ميك اب، او مثلا ان هي تبطل ان هي تحط برفيوم وهي نازلة. كل الحاجات دي بتكون بداية تشجيعية ليها كبيرة جدا من خلال شهر رمضان. لو الشخص ايا يكن ولد او بنت بيسمع اغاني، بيكون برضك بداية كويسة جدا ان احنا في شهر رمضان نبطل نسمع اغاني. ممكن نستبدله بدرس ديني او بودكاست تعليمي ان احنا نستفيد منه، او كتب صوتية نسمعها. كل الحاجات دي مهمة جدا. حابة تعملي ايه؟ حابة يكون ليكي مثلا صدقة، انك تعملي صدقات، انك تساعدي حد، انك تعملي اطعام. اقعدي كده مع نفسك وفكري انا حابة اعمل ايه، حابة اعمل ايه في علاقتي بربنا، حابة اطور العلاقة دي ازاي. وابدأي كده امسكي ورقة وقلم واقعدي فكري وقولي انا حابة اتقرب من ربنا من خلال الحاجة دي. خلي بالكم ان ربنا بيهذبنا بطريقة لا ارادية من خلال شهر رمضان. ان احنا مش بس بنصوم عن الاكل، اغلبنا جدا بيمسك اعصابه وقته هو بيكون صايم. ما بنشتمش واحنا صايمين، ما بنسمعش اغاني، ما بنشوفش حاجه مش كويسه، ما بنشوفش فيديو كليب مش كويس، ما بنشوفش فيلم او حاجه على التلفزيون او على النت مش كويسه. كل الحاجات دي احنا مش بس بنهذب نفسينا عن الاكل او الشرب، لا احنا كمان كتير مننا بيقدر يمسك نفسه عن الغلط، عن العصبيه، عن الانفعال، عن الغيبه، عن النميمه. فدي حاجات مهمة جدا ان احنا لازم نستغلها عشان يبقى بعد كده ده اللايف ستايل بتاعنا، ويبقى ده روتيننا الطبيعي. فاحنا بنعود نفسنا 30 يوم بنلتزم، علشان بعد كده ده يبقى ماشي معانا على مدار السنة. احنا خلاص اتعلمنا وتهذبنا وقدرنا نمشي على الصراط المستقيم فعلا. تمام؟ لو انتي من النوع اللي ممكن بتحقدي على حد، او بتحسدي حد، او بتختابي حد، او بتنمي على حد، او بتتريقي على حد، او مثلا بتقللي من حد، كل الحاجات دي احنا ممكن نكون بنعملها عن طريق الهزار. عند ربنا مفيش حاجة اسمها هزار. فكل ده احنا ممكن نهذب نفسنا عنه. احط لنفسي هدف، انا مش هختاب حد، او مش هقعد في قعدة فيها غيبة او نميمة 30 يوم دول. مش هجيب سيرة فلانة بأي حاجة مش كويسة، مش هغلط في سيرة حد بحاجة مش كويسة، مش هبص لرزق فلانة او هبص لحياة فلانة. تمام؟ مش هبتدي ان انا اتكبر على حد. فابتدي ان انا اصلح قلبي واصلح علاقتي مع ربنا. دي اهم حاجة تبتدي تحط لها هدف. انا خلال 30 يوم دول انا عايزة اوصل لايه في الجانب ده. تمام؟ طيب ندخل على البند اللي بعد كده، صحتي.
انا عاوزة اوصل لايه في صحتي. رمضان شهر الصحة، كنت عاملة فيديو بعنوان 10 نصايح لخسارة الوزن في شهر رمضان، ده اللي حابين يخسروا وزن. ولكن هي النصايح مش بس اللي عايز يخسر وزن، هي نصايح في الصحة بشكل عام. يعني سواء عايزة تخسري وزن او تزيدي وزن، النصايح اللي انا قايلاها مش بس عشان تخسري وزن، هي نصايح لها علاقة بالصحة بشكل عام. لان شهر رمضان هو شهر الصحة فعلا. الصيام صحة، الصيام على مدار اليوم انت جسمك بيتخلص من كل السموم اللي في جسمك. جسمك بيكون الهرمونات بتاعته متظبطة، ما بتكونيش جعانة، ما بتكونيش حاسة بخمول، بيكون في نشاط حتى ذهني. فالصيام بشكل عام صحة للإنسان. فإن احنا نستغل الشهر ده في ان احنا نحسن من صحتنا، سواء عايزة تزيدي في الوزن او تخسري في الوزن، لازم تكون بطريقة صحيحة. مش عشان انا عايزة ازيد في الوزن فابتدي اخد سكر او اكل حاجات مش صحية، او اكلات اللي هي اللي كلها دهون وحاجات مش صحية. لا، انا ممكن ازيد في الوزن بطريقة برضك صحية. ابتدي اشوف انا محتاجة ايه اعدله في صحتي، محتاجة ان انا اوصل لايه بعد 30 يوم. عندي مشكلة صحية معينة، لازم اكون خلال 30 يوم دول اكون استغلتهم ان هم 30 يوم صحة فعلا، ان انا اوصل لحاجة كويسة في صحتي. بالنسبة للعلاقات، طبعا معروفة ان شهر رمضان هو شهر الاجتماعات العائلية والعزايم وسفرة رمضان الجميلة والتجمعات العائلية الجميلة. وكمان من العادات الحلوة جدا في شهر رمضان ان لو في 2 متخاصمين، اخوات، ولاد عم، ولاد خالة، اصحاب، جيران، ايا يكن، بتكون فرصة كويسة جدا ان احنا بنراضي بعض. معظم الناس بتكلم بعضها في رمضان وبيبتدوا ان هم يودوا بعض ويقولوا لبعض كل سنة وانتم طيبين، فبيكون فرصة كويسة جدا. مهم جدا ان انا اشوف العلاقات المقربة ليا ايه. لو انا ام دلوقتي لازم يكون لي هدف مع ولادي. لو انا ام عصبية جدا، احط هدف لنفسي مع ولادي ان انا خلال شهر رمضان انا زي ما بقدر امسك نفسي عن الشتيمة، عن الاكل، عن العصبية، عن الحاجات اللي بتغضب ربنا، اقدر كمان امسك نفسي عن ان انا اتعصب على ولادي. ده هدف كويس، ان انا اكون هادية معاهم، ان انا اخصص لهم وقت، ان انا اقعد اتكلم معاهم في حاجة ليها علاقة بالدين، بالصيام، وايه هو شهر رمضان، وان انا اشجع ابني لو صغير يصوم لحد الظهر، ان ابني لو مش بيصلي ابتدي اعرفه يعني ايه صلاة وازاي يتوضى واشجعه واجيب له سجادة صلاة جديدة، لو بنوته اجيب لها اسدال ومصلية، وهكذا. الحاجات دي بتكون مهمة جدا، بتكون بداية كويسة جدا. ابتدي ان انا احكي لهم قصص الانبياء، ابتدي ان انا اثقف ولادي دينيا، ده مهم جدا. وان انا اعمل وقت معاهم مش بس عشان المذاكرة، لا، لازم يكون في وقت كويس مع ولادي، ويكون في هدف كويس انا عايزة اوصله مع ولادي. لو انا في بيني وبين جوزي مشاكل لازم احلها، لازم اطلع من شهر رمضان انا وجوزي كويسين مع بعض، اشوف المشكلة فين وابتدي ان انا احلها، اقعد معاه واتكلم، ويبقى لينا روتين يومي مع بعض. كل يوم بالليل بنقعد وبنتكلم مع بعض، ويكون جو ترفيهي لينا. لو انا في مشكله مع مامتي، مع بابايا، لازم يبقى في صله رحم، ولازم ان انا احل المشكله. اشوف المشكله مع جارتي، مع اختي، مع امي، مع ايا يكن، لازم بتتحل. طبعا شهر رمضان شهر العزومات، شهر الخير، بنتجمع كلنا فيه مع بعض. لازم ادخل شهر رمضان اخرج منه انسانه تانية خالص، في علاقتي بولادي، باهلي، بجوزي، بعلاقتي بزملاتي في الشغل. لو انا بدرس، ايه هدفي؟ ان انا اخرج من شهر رمضان اوصل لحاجه معينه في دراستي، في شغلي، اترقى في شغلي، اكون حسنت علاقتي بمديري او بزمايلي في الشغل، وهكذا. وطبعا انا كنت عامله قائمه تشغيل هسيبها لكم في صندوق الوصف، فيها كل الفيديوهات اللي تخصكم في شهر رمضان. انا اتكلمت في كل الحاجات دي بالتفصيل، هسيب لكم طبعا اللينك القائمه في صندوق الوصف، وارجعوا شوفوها لو حابين تستفهموا او تعرفوا بالتفصيل عن اي حاجه. ومش عايزين طبعا ننسى الدعاء، خصصي ورقه اكتبي فيها كل الادعيه اللي نفسك فيها، سواء ادعيه دنيويه او ادعيه ليكي في الاخره. ده مهم جدا علشان تشجعي نفسك وتدعي لنفسك. وما ننساش الامتنان يا جماعه، الامتنان مهم جدا، لانه بيحسسنا فعلا بالنعم اللي ربنا بيديها لنا، وما بنكونش حاقدين على حد ولا بنقارن نفسنا بحد، بنقارن نفسنا بنفسنا، لان النعم اللي عندي مش عند غيري، والابتلاء اللي عندي مش عند غيري. فانت ما تبصيش للنعمه اللي في ايد غيرك، لان هو اوريدي عنده ابتلاء مش عندك. مهم جدا ان احنا نخصص دفتر صغنون نحمد ربنا فيه على النعم اللي بيديها لنا، زي نعمه الصحه ونعمه ان احنا عايشين وعندنا فرصه ان احنا نتغير للافضل كده. يا رب يكون الفيديو فادك وعجبك. لو عجبك ما تنسيش تعملي لايك. يلا باي.